السلام عليكم حباباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. انا عاودت وليت لكم وجبت لكم فيديو جديد ان شاء الله يا ربي ينال اعجابكم. هذا الفيديو راح نشارك معكم الروتين تاع اليوم تاعنا في رمضان. ان شاء الله يا ربي نقول لكم كامل صحة رمضانكم وتصوموا ان شاء الله بصحة والهنا، ونقول لكم كامل ثاني صحة فطوركم صحة سحوركم. وقت ما شفتوا هذا الفيديو نقول لكم كامل ان شاء الله يعني تصوموا بصحة والهنا ان شاء الله. الفيديو تاعنا تاع اليوم هكاك راح نشارك معكم اول مره روتيني تاع رمضان، واش طيبت في النهار كامل. حبيت هكا نشارك معكم وحبيت نسيي هذا الروتين، لقيته يعني شويه ثقيل هذا الروتين. مي يعني مع التربيه مع رمضان شويه يعني تحسيله هكا شويه. كما تعرفوا كامل البيوت الجزائريه كاينه شوربه، كاين الطبق الثاني الطبق الرئيسي البوراك، وكاين وعندنا ثاني اللحم الحلو مع التحلية. كما راكم تشوفوا حبيت نشارك هكا معكم كما قلت لكم أول روتيني في رمضان. حبيت نشارك معكم الطاولة تاعي تاع رمضان هكايا البسيطة والمتواضعة. نروحو ندوزو للتحضيرات، نبداو نسلمو على سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. كما راكم تشوفوا هكا يعني بديت يعني تعرفوا كامل يعني دايما هكا نديرو نسبقو هكا في الشوربة تاعنا. هنا درت شوية سمن شوية زيت ودرت هكا طرف تاع اللحم تاعي تقلاو مليح مليح. ومن بعد واش ضفت لهم هكا البصل كنت ريحتها رقيقة بزاف بزاف. هذه رانا نديرو في الشوربة، وخليتها هذيك البصل مع الاخر يتحمس لي كامل. وهنا نروحو ثاني ندوزو لاصوص تاعنا تاع الكباب اللي كانت يعني بزاف هايلة. حبيت نشاركها معكم فيها الطاجين اللي كاين بزاف بزاف ما يصلح لهمش هكا الطواجن والقدرات. نقول لكم انا هذيك القدرة عندها قريب 9 سنين وهي عندي. الطاجين ثاني شريته جديد وراني نطيب فيه عادي ما صرالي حتى حاجة. ثاني هكايا الكباب عندي مصوات تاع الدجاج خليتهم ثاني درت لهم شويه زيت شويه ثاني السمن، وخليتهم مع البصل ثاني يتقلاو لي مليح مليح حتى تحمروا لي هذاك الدجاج مع البصل يتقلاو مليح مليح. ومن بعد عاودت وليت لهنا الشوربه تاعي هنا تاع الشوربه تاعي واش درت لها. راح نضيف هنا للشوربه تاعي عندي هكا حبه زروديه وحبه قرعه ثاني ريحتهم مليح مليح مع كرفس ثاني ريحتو هكا ثاني شوية زوج هكا ورقات تاع كرافس ولا ما تكثروش الكرافس جوست برك باش يعطيكم هذيك البنة. وضفت لهم هكا لهذيك البصل وخليتهم ثاني يتقلاو لي مليح مليح. خلوهم يتقلاو لكم مليح مليح هذيك زرودية و... والقرعة ومع الكرافس. وهنا ثاني عاودت وليت للطاجين تاعي يعني قعدوا تحركوا شوفوا يعني ثقل شويه هذاك الطاجين مي يعني ماشي حاجه بزاف. قعدوا يعني حركوا ما تغفلوش عليه. هنا راني ضفت له هكا شويه معدنوس مع الحميصه، وراح نمرق ثاني ندير ثاني هكا لي زيت تاوعي. بعد ما تمرقوا لي بعد ما تقلى لي هذاك البصل والدجاج تاعي راح نضيف هكا البصل. عندي شويه ملح عندي شويه راس الحانوت وشويه فلفل كحل شويه قزبر مرحيه ثاني. انا القزبر مرحيه دائما نديرها في الاطباق تاعي كامل سواء طبق يكون سواء يعني مرقه حمراء ولا مرقه بيضاء دائما يعطيني واحد النكهه واحد البنه بزاف بزاف سي يعني قزبر مرحيه راح يعطيكم بزاف هاد البنه وبزاف البنه في الماكله تاعكم. بعد ما تقلاو لي ثاني كامل هادوك خلطتهم كامل هادوك مع لي زيبيس و يعني تقلاو لي مليح مليح. هنا راني حنمرق هكا كما راكم تشوفوا. شوفوا يعني هذا الطاجين بزاف هايل حتى تحمر ويحمر لي. شوفوا كيفاش حمر لي هذاك الدجاج تاعي يعني بزاف بزاف هايل هذا الطاجين. اللي حبت تشريه ولا اللي حبت تستخدمه يعني ما تخاف ما حتى حاجه يا اخي قلت لكم كيفاش تستعملوه وكيفاش ديروا له باش ما يترتقلكم باش ما حتى حاجه. وهنا عاودت لك الشوربه تاعي ثاني يد راني نحرك منه ويد راهي في الكباب ويد هنايا في الشوربه تاعي ثاني. بعد ما تقلت لي كامل هذيك الزروديه تاعي مع القرعه
هنا راح نضيف هكا قطعة شوية حشيش وورقة نعناع ثاني ومع طماطيش ملحية. راح نضيف لهم هكا ثاني، راح نضيف لهذيك الشوربة تاعنا ونخليهم ثاني يتقلاو شوية وندير لها لي زيبيس اللي تسحقهم كامل الشوربة تاعي ثاني. انا لي زيبيس ما حاش ندير لها يعني ما كنتش ما ندير لهاش بزاف، عندي غير الملح شوية، عندي قرفة تاع العود، عندي فلفل الكحل، وعندي قزبر محية ثاني، وعندي راس الحانوت تاع الشوربة، وعندي العكري حار والحلو لكل واحد. انا هذا يعني تاعنا اللي نخدمه صافي، ما ندير لا الحلو وحده لا الحار وحده، هذا يعني تاعنا موز وحلو مخلط. كما نقولوا حنايا موز وحلو هكا مخلط، ونضيف لها دوك لي زيبيس مع شويه تاع الحميصه ثاني، ونخليهم يتقلاو لي مليح مع هذيك الطماطيش والقرعه والبصل واللحم تاعنا. ومن بعد ثاني نمرقها ونخليها طيب لي بعقلها هكا كما راكم تشوفوا. دوك نمرقها ونخليها طيب بجه. وهنا راح ندير لافاق تاعنا تاع البوراك ثاني اللي كانت يعني اي واحد يعرفها. هنا درت شويه زيت شويه فيونطاشي، درت يعني كلش كما نقولوا حنا بارد في بارد، خلطت كلش. درت هنا كنت عندي حبه بصل ثاني قطعتها هكايا شويه، ما تكونش رقيقه بزاف ما تكونش خشينه. عندي شويه معدنوس، عندي شويه معدنوس وفلفل الكحل والملح وشويه برك على راس المغرفه شويه راس الحانوت، واخليهم ثاني يتقلاو لي مليح مليح. وهنا ثاني راني ثاني يدفلا في الفلو في في هذاك الفيونداشي ثاني الفلو. درت الفلو كامل نعرفه كيفاش نديرو، ريت الحليب مع زوج بايت تاع الفلو. اللي يحب يضيف له السكر كيما انا ما نضيفلوش السكر نخليه هكا عادي. شوفوا هنا وريت لكم الشوربه تاعي كيفاش فاضت لي يعني. هنايا يعني كنت مرقتها وخليتها طيب لي. هنا راح ندير هكايا الفريك. خلاص طابت لي كامل هذيك الشوربة، طاب لي هذاك اللحم تاعنا ثاني طاب خلط فيا كامل. دوك نضيف له هكايا الفريك. هنا راني يعني حطيت لكم بالقيس فينا جاتني شوية ثقيلة. آه يعني هاد القدرة ترفد لي غرات سوا تاع الفريك. ما ديروش كثر اللي عنده هكا قدرة كيما هذه. انا جاتني شوية ثقيلة، حتى يعني ضفت لها شوية تاع الماء هكايا باش يعني ولات لي سوا. وهنا راني نغسل في هذاك الفريك تاعي، غسلته مليح مليح شللته مليح مليح، ومن بعد درناه في, في المرقة تاعنا وخليتها طيب لي تعقلها هذيك الشوربة تاعنا هكا كيما راكم تشوفوا. يعني شللته مليح مليح باش ما يعني اذا كانت فيه كاش حجره كما تعرفوا الفريك فيه الحجر بزاف بزاف، ولا كاش تخش ولا شلوه مليح مليح يعني باش ما في هذاك الاخر كامل ما نلقاوش الحجر ولا نلقاو كاش تخشى ولا. هاي لك هنا ثاني راح نديرها في القدرة تاعي. رحت درت هذاك الفريك وخليتها طيب، وكل دقيقة يعني حركوه. كما تعرفوا الفريك تاعنا يحبط لتحت كامل، وكما تحركوش راح يلصق لكم ويعطيكم القو يعني ماشي مليح. ما تخلوش حتى يلصق لكم ولا حتى يتوسع. هاوليك الفينداشي تاعي بعد ما تقلى لي ثاني كامل هكا كما راكم تشوفوا. راني نقلي فيه غير بالعقل بالعقل بعد ما تحمس لي كامل هذاك الفينداشي تاعي هكا كما راكم تشوفوا. حبيت نعطيكم الطريقه تاعي تاع هذا الفينداشي وكيفاش نديروا البوراك تاعي انايا. يعني طريقه بزاف هايله وطريقه بزاف تجيكم هاد الحشوه بنينه بنينه بزاف بزاف. بعد ما طاب لي كامل هذاك الدنداشي يعني ماشي فينداشي فري ولا، انا هنا استعملت الدنداشي. بعد ما طاب لي واش درت له هنايا، ضفت له حبه تاع البيض هكا كسرتها يعني في الطرف هكا، ومن بعد خلطتها كامل وضفت له ثاني الفرماج.
الفرماج يعني ثاني بلا ما تظلوا ديروا فوق الحبة تاع البورة كلها ديروا كلش هنايا يعني هنايا، وستتلو هنا ثاني شوية زيتون، زيتون مقطع زيتون مقطع هكا، وعمرت البورك تاعي. دوك نوريكم كيفاش عمرت هذاك البورك تاعي، يعني ما رانيش مزربت لكم لا فيديو باش تفهموا مليح مليح هاد الوصفات كيما قلت لكم بزاف هايله وبزاف مليحه. هاد الحشوه تاع البورك تاعنا كسروا له حبه تاع البيض وخلوها تطيب بعقلها هذيك الحبه تاع البيض في الطرف هكايا، ومن بعد خلطوها كامل ومن بعد ضيفوا الفرماج وخليه يبرد الحشوه تاعكم باش نبداو نعمرو بالبورك تاعنا. وهنا يعني بعد ما طاب لي كلش كملت كلش البورك، كملت الشوربة تاعي ثاني طفيت لها، لاصوص تاع الكباب تاعي ثاني طفيت لها، بديت نقلي هكا في البطاطا وبديت ثاني نعمر هكا في البورك. حكمت هكا انا الورقة تاع البورك تاعي نقسمها على زوج وستفتهم كامل هكا فوق البوطاجي ودرتهم يعني باش نبدا نعمر فيهم. هنا الوصفة تاع اللحم الحلو ما عطيتها لكمش، حبيت نشاركها معكم فيديو وحدها، ويعني جاني بزاف لا فيديو طويل وانا ما حبيتش نطول لكم لا فيديو. هاي ليك لاصوص تاعنا تاع الكباب تاعنا بعد ما طابت لي، بعد ما يعني كما قلت لكم جاتني هايلة فيها الطاجين وعطاني واحد البنة بزاف بزاف، صدقوني واحد البنة فيها الطاجين بزاف هايل. بعد ما طابت لي هذيك البطاطا تاعي درتها هنا في الطاجين تاعنا ديريكت في هذيك لاصوص تاعنا، وعاودت وليت للبورك تاعي راني نعمر فيه. كما قلت لكم انا نحكم يعني حبه تاع الورقه تاع الديول نقسمها هكا على زوج، ما نديرش حبه كامل ونبدا نلوي فيها كان تجيني حبه لاباس بها وتجيني يعني بنه هايله هكا كما راكم تشوفوا. راني نلوي فيه يعني نوريها لكم كيفاش تجيني الحبه تاعي، يعني ما تقطع لي ما تصرى لها حتى حاجه، يعني هكا شويه اقتصاد وشويه يعني ما نبذروش الحاله. علاش انا يعني ما نشاركش معكم كل يوم الطاوله تاعي، انا يعني ما نطيبش كل يوم، نطيب نهار بنهار ولا كي تقعد لي الماكله يعني ما نرميهاش. لازم ناكلو هذيك الماكله اللي قعدت لنا ولا لازم حتى نكملو كلش باش نزيد نعاود نطيب. على بها مانيش نشارك معكم يوميا واش راني نطيب، راني ندير هكا نهار بنهار كيما الشوربة نديرها على يومين ثاني، الجواد ثاني يحكمني هكايا يومين باش نزيد نطيب. ما لازمش نبذرو في رمضان سورتو هكا كما راكم تشوفوا مع الغلاء هذا الواحد يعني ما لازمش واحد غير يطيب ويرمي يطيب ويرمي. كاين بزاف قنوات كبار هكا كل يوم راهم يديروا لنا الطاولة تاعهم وكل يوم طيابات وكل يوم بزاف يعني يعني كل واحد ومقدوره كل واحد وكيفاش كيفاش يطيب. يكذب عليكم التبذير ماشي مليح، كل واحد ومقدوره كل واحد واش يحب يدير. وهنا نعاود نولي للكباب تاعنا. بعد ما طاب لي هذاك الكباب كنت قطعت هكا شويه تاع البصل كما تعرفوا الكباب الجزائري الاصيل. هذه هي الطريقه تاع التقليديه يعني. انا برك ما ضفتلوش البيض بس ما يحبوش بالبيض. هنا واش درت له قطعت له هكا شويه تاع البصل رميته هكايا من الفوق، ومن بعد الفرماج ربي هكا ثاني درت له هكا فرماج ربي وخليته ثاني هكا من الفوق. وهنا بعد ما وجدت الطاولة تاعي بعد ما طاب لي كلش وخليت هذاك البورك تاعنا. هذه هي الطاولة تاعنا تاع رمضان. حبيت نشارك معكم هكايا الطاولة تاعي تاع رمضان، حبيت نعطيكم شوية أفكار شوية على بالنا كامل نعرفوا نطيبوا، على بالنا كامل في رمضان نحبوا ننوعوا نحبوا نحطوا يعني كل هكايا كي شغل نحبوا بزاف نزوقوا هكايا الطبلة. هذه هي الشوربة تاعنا مع البوراك ومع الكباب واللحم الحلو،
وشوية شلاضة، والحمد لله على النعمة يا ربي. ربي يدومها نعمة. نقول لكم كامل صحة فطوركم كله، يعني وقت ما شفتوا هذا الفيديو نقول لكم كامل صحة فطوركم ولا صحة سحوركم وصحة رمضانكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر في وصفات اخرى ان شاء الله. عندي بزاف وصفات راني يعني مازال ما درت لهمش غير المونتاج. ما عليا غير نقول لكم ما تنسونيش من جيم والاشتراك في القناة. تهلاو في رواحكم، تهلاو في رواحكم وولادكم، تهلاو في عائلتكم. وهنا ثاني حبيت نشارك معكم هكا يعني السهرة تاعي هكا ثاني خفيفة وظريفة. هذه السهرة هكا ثاني كانت عندي لا كوموند تاع المقراط ودرت لهم هكا ثاني شوية لي طاخت والحمد لله على النعمة يا ربي. هذه هي السهرة تاعنا. ما عليا نقول لكم سلام. ارثي مليليت ان شاء الله على فيديو طنين ان شاء الله. نمليل ان شاء الله تسويحة الخير ان شاء الله. نمليل ان شاء الله كلا فيديو طنين كنت تنتظر روكس قبيلي باسكو لا فيديو ثلا يعني شوية تبسطوح. ارثي مليل.